انتي هنا حميتي صورة ابنك قدام نفسه وحطيتي حدود شيك جدا للشخص اللي قدامك من غير خناق. ليه مجرد كلمة او تعليق من حد في العيلة على ولادي في التجمعات العائلية بيبوظ مودي وبيخليني اتعصب جدا؟ لاننا بننسى ان اي تعليق هو مجرد رأي صاحبه، مش حقيقة مطلقة عني ولا عن ولادي. علشان تتفادي الصداع ده استخدمي الرد السحري، وهو زي ما بنسميه المرآة العاكسة. يعني بدل ما تدخلي في خناقة اعكسي الكلام وحولي الموقف لحماية ولادك. بس يعني ايه مرآة عاكسة؟ خليني اقول لكم في مثال. مثلا لو حد قال على ابنك ده جريء وهو يقصد انه بجح، ما تبصيش للشخص خالص وبصي لابنك وامسكي ايده وقوليله: طنط تقصد انك شاطر وبتحب تعبر عن اللي انت عايزه، قول لها شكرا. انتي هنا حميتي صورة ابنك قدام نفسه وحطيتي حدود شيك جدا للشخص اللي قدامك من غير خناق. طيب خلينا نشوف ليه احنا كأمهات بنتعصب قوي من تدخل الجدود تحديدا في تربية ولادنا. بنتعصب لأننا بنخاف، وهو خوف خاطئ، ان يكون تأثيرهم على الولاد اكتر من تأثيرنا. لكن الحقيقة ان خروجك بره البيت هو اختبار لثبات ولادك على اتفاقاتكم. سيب الجدود يدلعوهم براحتهم في الزيارة وعديها بسلام. الدلع المؤقت مش هيهد اللي بنيناه طول السنة. طيب اتصرف ازاي بعد ما نرجع من الزيارة واحس ان الدلع بوظ شوية الحاجات اللي احنا ماشيين عليها؟ اول ما تروحي بيتك لو هم صغيرين فكريهم وعيدي عليهم تاني القواعد بهدوء. احنا هنا في بيتنا بنعمل كذا، ولو كبار نبهي مرة واتنين وبعدها هيكون في عواقب واضحة. لازم تفتكري دايما ان المتحكم الاول والاخير في ولادك هو انتي وابوهم، مش اي حد تاني. انا كوتش اميرة حسين، لايف كوتش واستشاري اسري وتربوي، ودي خلاصة الجلسات. الاسئلة اللي بتجيلي في الرسائل وبنناقشها في الجلسات دايما بتكشف لي اننا بنمر بنفس التحديات بس باشكال مختلفة. علشان كده قررت اعمل لكم فيديو كل يوم سبت نرد فيه على خلاصة الاسئلة اللي بتجيلي في الجلسات. هنمشي مع بعض رحلة استكشافية نحط ايدينا على جذر المشكلة ونوصل للحل اللي يريح قلوبكم وبيوتكم. اكتبولي في التعليقات اكتر سؤال شاغل بالكم وعايزيني اجاوب عليه، وما تنسوش تشتركوا في القناة، وهستناكوا كل سبت في خلاصة الجلسات.